ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض دلوقتي المكرونه بالبشاميل بطريقه سهله وجميله. احنا حطينا معلقتين سمنه ومعلقه زبده ونزلنا بحوالي 9 معالق دقيق لان انا هعمل كميه كبيره. والحله اللي ورا دي حله المكرونه. تمام اهوت. احنا بنقعد نقلب في الدقيق كده شويه لغايه لما بنشمله ريحه. تمام. اول ما نبتدي نشمله ريحه كل معلقه دقيق عليها كوبايه لبن. تمام كده بعد ما ريحته طلعت اهوت نزلنا باللبن كله. انا طبعا كده حاطه 9 كوبايات لبن، او على فكره انتوا عادي ممكن تخلطوهم لبن على ميه، مش لازم كله يبقى لبن. ودي كان خليط الجبنه، جبنه كريمي على جبنه تشيدر وموتزاريلا. تمام ونزلنا هو بالملح والفلفل الاسود. عادي لو عايزه تحطي فلفل ابيض حطي، بس هو بيبقى له طعم احلى الفلفل الاسود. ودينا نزلنا بالايه بالمكرونه. وهنا كنا بنعمل اللحمه اهوت، حطينا البصل ونزلنا على البصل بحوالي كيلو ونص اهوت لحمه زي ما انتم ما شايفين اهوت. دي القوالب انا دهنتها سمنه. تمام بنزل عليها بقى بالمكرونه. هو انتوا ممكن تقلبوا المكرونه مع البشاميل بره، تمام، بس انا بحب اقلبها كده في الطاجن منها اهوت. احنا طبعا هنحط المكرونه في الثلاث قوالب وهنزل عليها بالبشاميل دلوقتي وهقلبها. تمام انا اهوت بحط في كله المكرونه، وبعد كده هنروح حاطين طبقه لحمه. انا اهوت لسه برضو بقلب وبحط المكرونه وبسويها، بحاول اظبطها عشان انا ما بحبهاش مليانه مكرونه قوي. اهو هنزل بقى دلوقتي عليها بالبشاميل اهوت في الثلاث طواجن زي ما انتم مش شايفين قدامكم. ولو وصلتوا لحد هنا هستناكم تعملوا متابعه واشتراك في القناه وتعملوا لايك للفيديو، وهستنى تجاربكم وتعليقاتكم، وعايزاكم تبقوا تنزلوا صور للتجارب بتاعتكم ان شاء الله يعني. تمام اهوت انا بحط البشاميل. طبعا طريقه اللحمه المفرومه، هو انا حطيت الاول بصلتين تمام وضربتها في الكبه، وحطيت عليهم ملح وفلفل ونزلت عليهم باللحمه وسبتهم يستووا على نار هاديه. وساعات بحط لها كوبايه ميه والله، كوبايه صغيره عشان تستوي كويس فيها. اهوت احنا كده قلبنا المكرونه اهوت بالبشاميل. هنزل دلوقتي عليها اهوت باللحمه. هقسم اللحمه على الثلاث طواجن دول. تمام عشان برضو ايه يبقوا متساويين. هو طبعا ما كانوش مليانين قوي لحمه، بس كانوا يعني الى حد ما حلوين ومقبولين، اللي هو فاهمين، او يعني كل طاجن كان فيه شويه لحمه حلوين. هما زي ما انتم شايفين 3 طواجن. انا حطيت صحيح كيس مكرونه كيلو، 3 طواجن دول بكيلو مكرونه اهوت. انا بوزع اللحمه، يعني حاولي توزعيها برضو كويس بحيث ان كل حته في الطاجن يبقى فيها ايه، فيها لحمه ومتساويه يعني. وبحب انزل بقى على اللحمه بشويه ايه بشاميل كده، ده بيخليها جوسي وجميله، بتبقى جوسي وتحفه تحفه لما يتحط بقى ايه شويه البشاميل دول في النص. بيفرق في طعمها جدا على فكره يا جماعه، يعني عادي عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين انتوا حرين. وفي ناس كمان بتحب تحط الجبنه في المرحله دي، بس انا ما بحبهاش، بحبها على الوش. كنت ساعات بحط برضو على الوش جبنه موتزاريلا وبيض، بس بطلت لان جوزي ما بيحبهاش كده. فانا اهوت بعملها بالطريقه دي زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده هنزل دلوقتي على المكرونه بالايه بالبشاميل، وهروح بقى مغرقه وشها جبنه موتزاريلا وشيدر. هو مشكل انا جايباه، تحفه يا جماعه، ويعني جربوها قوي بالطريقه دي، الطريقه دي هتعجبكم وسهله ومش متعبه خالص. ويعني انا ما بحبش البواكي، بحس دي اطعم واحلى، وبقدر اتحكم بقى في الكميه اللي انا عايزاها، ويبقى لها طعمها سبحان الله. يعني دي بتبقى لها طعم، هي بتبقى تقيله لان طبعا فيها زيت ودقيق وكميه كتيره يعني. بس هي اذواق، الحاجات دي بتبقى اذواق يا جماعه يعني. ممكن تعجبكم، وممكن في ناس بتحب طبعا الحاجات الاخف من كده يعني. بس عادي اهوت. انا رشيت على وشها جبنه الموتزاريلا اهوت والشيدر، ودخلتها بقى الفرن على درجه حراره 200 في الرف اللي هو اقرب حاجه للفرن من تحت. وبعد كده شغلت عليها الشوايه اهو زي ما انتم